كافة الكهرباء والماء والديزل والبترول والباقي وارتفاع أسعار الصادرات عملية ممقوتة قد أتعبت الشعب سواء كان من الحزب الحاكم أم من الأحزاب الأخرى. فهل أن الحكومة لم تستطع أن تسيطر على الحكم بعد ما حصل؟ شوفي، الحكومة قادرة تسيطر على الأوضاع، لكن عندما تجد الحكومة أنت ترسل طاقم في بوع 10 مسلحين، تجد الجهة الذي بيستقبلها معهم بوازيك ولا قذائف ثقيلة. إيش معنى يعني هذا؟ إنك تدخل في حرب معهم، فالدولة ما يجعلها تضعف إنها لا تريد الدخول في الحرب الأهلية. الرئيس مستعد يترك العمل على أن اتقاء حرب أهلية مخافة الدم والدمار، تدمر كل المنجزات التي تحققت في عهده بحرب أهلية مجنونة. لذلك الخوف من الحرب هو ما يجعل الدولة ضعيفة، وبالتالي هناك من امتلك المال وامتلك السلاح وامتلك النفوذ في فترة من الفترات التي سادت فيها المواطنة غير المتساوية. هل عرفنا الآن لماذا كان علي عبد الله صالح يتردد عن اتخاذ إجراء بحق هؤلاء الجبابرة؟ مش لأنه شريف، لأنه يتقي حرب. يعني هؤلاء ضاربين جذورهم في أعماق يعني عندهم قوة، عندهم مال، عندهم قوة، عندهم تأثير. يعني عندما بدأ علي عبد الله صالح يصلح الأوضاع ويقول لهذا اتكل على الله ولهذا تخرج ولهذا هذا يقول له اخرج بس، وعمل الهيئة العليا لمكافحة الفساد، قامت عليه الدنيا ولم تقعد. إذن هؤلاء هم قادة المستقبل، الذي نهبوا الماضي هم الذي يستعدوا الآن للاستيلاء على الحكم في المستقبل بحكم ما امتلكوه من الثروة ومن الجاه. أمس سمعت مسؤول من وزارة الإعلام يقابل مبعوث الأمم المتحدة جمال بن عمر. هل يوجد أي أخبار من هذا اللقاء؟ وسؤال ثاني ذلك حول هل مبعوث جمال بن عمر هو يقابل أي واحد من المعارض خلال الزيارة؟ شكرا. طبعا أولوية لمطالب الشباب، فلو كان تحاور مع الشباب لكانت الأمور انفرجت، لكن مسك الرؤوس هذه الذي هم الجبابرة وما قدرناش نخرج منه. شكرا جزيلا لكم ومعذرة من الذين لم يتاح لهم فرصة بالحديث.